رحت اشتريت سيارة آخر موديل سنة 2021 مرسيدس. أخدتها وفرحان فيها ورحت على مول كبير كتير. المول كتير كبير، المول شيء 10 طوابق، وفيه باركات كتير كبيرة وأرقام. حطيت سيارتي وصفيتها بالبارك، حملت حالي ورحت اشتري اغراض، واخذ علي الصيام ورمضان وانتم بتعرفوا الواحد وقت يبلش ينسى برمضان. اخذ علينا هالصيام ونسينا رقم البارك تبع سيارتي، وما بيعطوني السيارة لحتى اقول لهم رقم البارك. قدرت اصل لصورة من فوق للسيارة والباركات اللي جنبي. اللغز هو ركزوا كتير منيح فيه للغز وتكتكوها مثل العادة ومخمخوها براسكم. شلون بدي اعرف الرقم اللي تحت السيارة تبعي؟ لاني اذا ما عرفت الرقم السكيورتي ما بيعطيني اياها ابدا. لازم اعرف الرقم. رح احط لكم الصورة واللغز اليوم كله بالصورة اللي ححطها. رح احط لكم الصورة كاملة مشان تركزوا فيها وتمشي هيك دقيقة دقيقة ونص مع موسيقى تمخمخوا فيها للصورة ويطلع معكم هالرقم. لازم تعرفوا الرقم ليقدر السكيورتي يعطيني السيارة. حصرا بدي الرقم، حصرا يعني ما في خيار تاني. فكروا فيها كتير منيح. حزورة واللغز اليوم ماله سهل، ولنشوف عزماتكم. بدي السيارة لك فرحان فيها يا جماعة. فرحان بالسيارة، اشتريتها لساتها وكالة 2021. فرحان فيها وقاعد هلا حامل الاغراض بالمول، واقف جنب السكيورتي وعمل يدبر راسه. اعرف لنا الرقم، اعرفوا لنا الرقم وساعدوني مشان ارجع السيارة وروح فيها على بيتي. رح يأذن المغرب، بدي لحق الاذان. ايدي بزناركم، ايدي بزناركم ساعدوني. تمام؟ فكروا فيها منيح ولا تنسوا تشنكشوا لنا اللايكات. شنكشوا لنا هيك كم شنكوشة لايك، واكتبوا لنا كومنت واعملوا شير لهي الحزيرة واللغز مع رفقاتكم. اعملوا لهم شير مع رفقاتكم مشان يحزروا معكم ومشان يكبر الفريق تبعنا. واللي مو مشترك بالقناة يروح يشترك بالقناة ويفعل زر الجرس. هذا الزر كتير مهم مشان يجي اشعار بالفيديو اول ما مننزله. وهلا صار وقت نحط لكم الحزورة. ركزوا فيها كتير منيح للصورة لحتى تمشي لكم مع موسيقى مشان تتأكدوا فيها مزبوط. 3 2 1. وهي صارت الحزورة قدامكم. مخمخوا فيها واكتبوا لي الرقم. اكتبوا لي الرقم اللي طلع معكم مشان اخذ سيارتي واروح على بيتي. لا تنسوا تكتكوها مزبوط وتفكروا فيها منيح. قرب ايام العيد وقربت القرعة. يلي ها وصلنا ل 3 4 لسه عندك امل. ما انقطع الامل. خليكم لاخر لحظة صامدون مع فريقنا. وهلا في شغله كمان مهمه بدي لكم اياها. يلي ختم القرآن الكريم لا ينسى يكتب لنا انه ختم القرآن الكريم تعليق على فيديو المسابقه مشان يدخل معنا بالقرعه للتذكير. واذا حفظتوا 10 ايات كمان اكتبوا لنا تعليق على فيديو المسابقه انه حفظتوا 10 ايات كمان مشان تدخلوا معنا قرعه جائزه الايات. لا تنسوا كثير مهم هدول المعلومات. في حال
لسه ما كنتوا خالصين كمان، اول ما بتخلصوا لا تنسوا تعملوا لنا التعليق، لانه انا باخذ الاسماء بنهايه رمضان، بكتب الاسماء كلها ومشان اجهزها للقرعه والفيديو اللي بدنا نعمله للعيد. هلا رح اكشف لكم حزوره الزرافه. حزوره الزرافه في كثير منكم ضاع منها وفي كثير منكم عرفها. هلا حزوره الزرافه هي النحو التالي، حاشرح لكم اياها. انا بنت الزرافه اللي جنبي، بس هي مالها امي. اعتبروني انا الزرافه ورقبتي طويله. شديت هيك لفوق. قولي هيك شكلي اذا صرت زرافه. يا ويلي يا ويلي، لا خلوني ارجع مثل ما كنت. تخيلوني زرافه وبنتي واقفه جنبي، قالت انا بنت الزرافه اللي جنبي بس هي مالها امي. طبعا ما رح اكون امها لاني انا ابوها ورقبتي طويله. الجواب هو الزرافه اللي جنبها ابوها. ليش؟ لانه الزرافه ما فيها مؤنث ومذكر، يعني الزرافه بتمشي، ما في زراف. في زراف؟ القولي في زراف؟ ما في زراف. زرافه. زرافه بتمشي على الاب وعلى الام. هي كانت صادقه الزرافه الصغنونه، قالت انا بنت الزرافه اللي جنبي بس هي مالها امي. عن جد مالها امي، لانه مو انا طبعا الزرافه، لانه هي ابوها للزرافه. الله وكيلكم ابوها. هي حزوره كانت الزرافه معنا. برافو للي عرف الزرافه، وحظ اوفر للي ما عرف الزرافه. شدوا لي الهمه اللي ما عم يعرفوا الحزازير، شدوا لي الهمه وشغلوا كل التكتكه. يعني نحن عندنا هيك شيء 15 20 ألف 30 ألف تكتكه، شغلوهم كلهم، شغلوا كل المحركات، افتحوا الطاقه على الاخير. وان شاء الله هيك رمضان كريم علينا وعليكم. لا تنسوا تشنكشوا لنا الفيديو باللايك. رمضان كريم علينا وعليكم يا رب، وبنشوفكم فيديو جديد واكشن جديد. بس انا مالي زرافه يعني، ايوه هيك يعني، بس انا كنت عم بعمل لكم تشبيه صغير. ورمضان كريم علينا وعليكم، وبنشوفكم فيديو جديد واكشن جديد. يلا باي.